الفيديو رقم 3 أو الحلقة رقم 3 أو أيًا كانت هتسميها إيه، هنا بقى هنبدأ نعمل صور من خلال ليوناردو AI. ده الشكل اللي هتدخل عليه عشان تقدر تعمل أول صورة. أول قسم هيكون موجود عندك هو الimage generation اللي موجود فوق ده. هنا بيقول لك طيب prompt، هنا عندك الموديل، هنا عندك هتلاقي حاجة زيادة نتكلم عنها بعدين، هنا عندك النيجاتيف بروموت، وهنا عندك الايمج جنريشن والبروموت جنريشن. دول مهمين جدا وكل واحده فيهم هنجربها ونشوف هي مهمه قد ايه. هنا في القائمه اللي في الجنب هتلاقي عندك فوق التوكنز بتاعتك زي ما اتكلمنا قبل كده. انا مستخدم منهم حبه يعني عشان كان تسجيل باظ وكده فبكريت تسجيل من جديد. وهنا الايمج عدد الصور اللي انت عايز تعملها عندك من 1 لحد 8 لحد 8 صور. الفوتوريل، الفوتوريل دي ميزه جديده، ميزه بيتا بتشتغل لو انت مشغل الكامي. انت عايز تشغلها هتشتغل، بس هتقفل البروموت ماجيك. مش تقدر انت تغير الموديل بتاعك عشان الفوتوريل شغاله، لان الفوتوريل اصلا بتفتح لك الموديل بتاع الفوتوريل ما تقدرش انت تغيره. طيب بعد كده هتلاقي عندك البروموت ماجيك. البروموت ماجيك ديت بتيجي تدوس هنا هتلاقي بروموت ماجيك فيرجن 2، بروموت ماجيك فيرجن 3. هو حاليا على فيرجن 2 لان انا مشغل الكامي. طب انا هقفل الكامي ونرجع تاني للفيرجن 2. البروموت ماجيك فيرجن 2 هتلاقي عندك السلايدر ده. كل ما السلايدر ده عالي كل ما تلاقي الصوره طالعه بشكل مختلف، ممكن يكون شكل احسن. كل ما تلاقي السلايدر ده اقل كل ما الصوره مش هتكون كويسه قوي يعني. والهاي كونتراست بيساعد على انه يخلي الصوره حلوه او وحشه. بعد كده الالكامي اللي كانت مفتوحه دي اصلا هتلاقيها مفعله تلقائي الفتره دي بسبب ان في مسابقه او حاجه هم عاملينها ان انت تستخدم الكامي فور فري، لان هو الكامي اصلا مش فور فري. النسخه البيتا بتاعته الدافعين بس هم اللي بيجربوها، لكن هي مفتوحه دلوقتي عادي جدا يعني. هتيجي تدوس هنا هتلاقي عندك الكونتراست بوست والحاجات اللي موجوده تانية الاضافيه دي. انت ممكن اصلا تقعد بقى تلعب فيها عشان تطلع احسن صوره. انا ما جربتش ما لعبتش فيها قبل كده، بس احنا عايزين نعرف الكامي دوت بيعمل ايه. تيجي تدوس على كلمه الكامي هتلاقي الحاجات دي ظهرت لك. ممكن اصلا لما تيجي تدخل على الصفحه دي اول مره هتلاقي دي ظهرت لك وبيشرح لك اصلا ليوناردو الكامي ده بتعمل ايه. هنا بيستخدم الفوتوريل مود، البروموت ماجيك فيرجن 3، البايب لاين مش عارف وهكذا، البريسيتس وكده. دي بتخلي الصور جودتها احسن من قبل كده. لو جينا رجعنا للصفحه الرئيسيه تاني وجينا شفنا الصور دي هنلاقي معظم الصور دي اصلا معموله بالالكامي دوت. اقعد قلب في اي صوره اقف عليها ولنفترض الصوره دي هتلاقي الصوره معموله بالالكامي. البريسيت السينيماتيك شوف الصوره طالعه ازاي اكن الصوره حقيقيه جدا، وفوتوغرافر اللي مصورها ومظبط الدنيا وعامل العزل والكلام دوت. نرجع تاني للايمج جنريشن نقفل الالكامي ونروح للي بعديها. هتلاقي البابليك ايمج. طبعا الصوره مش هتعرف تعملها برايفت غير لما تدفع فلوس. بعد كده هتلاقي عندك ايمج دايمنشنز ده عشان تغير ابعاد الصوره. هي بتبقى باي ديفولت 24 في 24 اللي هو 1024 في 1024 اللي هو 1 لواحد. من القائمه اللي تحتيها هنا تقدر تغيرها تخليها اي حاجه انت عايزها. طبعا القائمه مش ظاهره لكم لان انا عامل ويندو كابتشر مش السكرين كابتشر كامله، فالقائمه مش ظاهره. مش مشكله. هتلاقي عندك حاجه هنا اسمها الجاديان سكيل. هنا بيقول لك عايز الصوره تكون شكلها عامل ازاي او تاثرها اصلا بالبروموت هيكون عامل ازاي. من 5 لحد 9 العب براحتك، اقل او زياده الصوره هتبوظ. طب ازاي؟ مثلا نفترض ان انا عايز اعمل صوره لقطه في الفضاء، فانا من رقم 5 لرقم 9 بقدر العب عشان اطلع الصوره متاثره بالبروموت بتاعي. يعني انا كاتب قطه في الفضاء فهو اتاثر بالظبط ان تكون الصوره مثلا القطه حقيقيه ما فيش حاجات بايظه فيها، يكون شكل الفضاء بجد مش مجرد خلفيه وخلاص وهكذا. ان هو يسمع كلام البروموت عموما يعني. هتلاقي عندك حاجه اسمها الكنترول نت. كنترول نت ديت بتشتغل معاك لو انت قافل البروموت ماجيك فوق وتكون مفعل الايمج تو ايمج وكمان مشغل عندك ستيبل ديفيوجن هنا عشان تقدر تستخدم الكنترول نت. يعني ايه كنترول نت؟ يعني في شويه خصائص كده في الكنترول نت، منهم حاجه الكنترول نت بتاعت البوز اللي هو دلوقتي مثلا انا واقف وقفه معينه فانا بخلي الصوره بتاعتي اللي هتطلع بالاي اي واقفه بنفس الوقفه. باكل مثلا حاجه اخلي الكنترول نت ايدي وهي بتاكل وشي وهكذا يكون كله طالع كده
في الصوره اللي طالعه بالاي اي وهكذا. بعد كده تلاقي حاجه اسمها التايلنج ديت يعني تكتشرز تقدر تعملها بالذكاء الاصطناعي، مفيش اسهل من كده. هتقول لي برضه مش فاهم يعني ايه؟ يعني انت عندك عايز تعمل باترن جميله جدا ومش عارف، مش لاقي المكان اللي تعمل فيه باترن كويسه، هتيجي للموقع هنا قول له عايز باترن، هوبا عمل لك الباترن ديت. فين الباترن؟ شكلها مش باترن وهكذا. هقول لك لا استنى بس معايا دقيقه واحده، افتح اي موقع بيتشيك الصور وقول له شوف لي اذا كانت دي باترن ولا لا، هتلاقي الصوره بقت كده. باترن ولا مش باترن؟ ما ضحكتش عليك اهو، ده باترن قدامك اهو. بس فالتايلنج ديت بتعمل كده، وهنبقى نشرح حوار التايلنج ديت قدام، واقول لك انت اصلا ممكن تكتب بروموت شكله عامله ازاي عشان يطلع لك باترن كويسه، بدل ما تكتب اي حاجه وتطلع مخيشه معاك زي ما انا جربت قبل كده يعني، لحد ما وصلت ان انا اصلا اعمل باترن بالشكل دوت يكون شكله عاجبني بالطريقه ديت. بعد كده هتلاقي عندك حاجه اسمها ايمج تو ايمج او ايمج بروموت. ايمج تو ايمج ديت اتكلمت عنها كتير في يوتيوب، لو انت رحت يوتيوب وبصيت هتلاقيني اتكلمت عنها. ايمج بروموت دي جديده، ان انت ممكن تخليه ياخد ريفرنس من الصور بتاعتك عشان يعمل منها صوره بالذكاء الاصطناعي. ايمج تو ايمج برضه هنشرحها يعني، انا مش هسيبها كده وخلاص. بس اللي هو ايمج تو ايمج انت بتاخد الصوره وتعدل عليها تطلعها بصوره مختلفه خالص غير الصوره اللي انت حاططها له اصلا يعني. لكن ايمج بروموت هو بياخد ريفرنس من الصوره وخلاص. الادفانسد سيتنجز دي هتلاقي فيها الفيكسد سيد والسكادولر، دول برضه هنشرحهم، وان احنا ازاي نستخدم الفيكسد سيد عشان نطلع صور بنفس الشكل بتاع قبل كده بس بحاجات مختلفه، وازاي ان احنا ممكن ناخد الصور دي ونستخدمها ان احنا نعمل بيها موديل اصلا، او نجيب صور من عندنا نعمل بيها موديل. هنا احنا شرحنا شكل الواجهه ديت. تمام، في الفيديو الجاي بقى هنبدا نعمل اول صوره.